السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ حصل ضجة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة على بعض الموبايلات كده وبعض الطفرات اللي طلعت كده. ومن الضجة اللي حصلت دي واحد من الموبايلات من شركة سامسونج، وهنا أنا بتكلم أكيد عن السامسونج A24. الموبايل ده ليه حصل عليه ضجة؟ الموبايل ده ليه عامل كل القلبان ده والناس كلها بتدور عليه؟ ببساطة شديدة لأن الموبايل ده تقدر تقول إن هو أكتر موبايل بيقدم لك مميزات مقابل السعر اللي بتدفعه، لكن ده برضه مش معناه خلي بالك إن الموبايل ده افضل قيمه مقابل سعر ممكن تشتريها بالسعر ده. هو افضل قيمه مقابل سعر كموبايلات جديده لو انت حابب تشتري موبايل جديد، لكن يعني في الفئه السعريه دي للاسف في الفتره الاخيره ممكن ارشح انك تشتري موبايل مستعمل، لان في الفئه السعريه دي ممكن تاخد موبايلات مستعمله قديمه بتقدم عتاد ومميزات افضل من الموبايلات الجديده بفارق، يعني ممكن اقول لك 200%، مش حتى 100%، 200% كمان. المهم الفيديو ده مش مراجعه للموبايل ولا مميزات للموبايل ولا اي حاجه من الحاجات دي. ببساطه شديده انا جربت الموبايل ده وجاي اقول لك على كام حاجه كده ممكن تضايقك لو انت اشتريت الموبايل ده، وحاسس انها ممكن تضايق اي شخص، لان دي حاجات يعني طبيعيه ممكن تلاقيها في الموبايل ده. وبرضه الناس اللي هي معتقدة ان 7000 جنيه و8000 جنيه ده يعتبر رقم كبير جدا وانا محتاج ان انا اشتري موبايل يكون جامد جدا بالسعر ده، فانصحك انك ما تشتريش اي موبايل جديد. لو انت بتفكر بالتفكير ده ما تشتريش اي موبايل جديد، لان الموبايلات الجديدة مش هتقدم لك كل الكلام ده وما قدامكش حل غير انك تشتري موبايل مستعمل. خليني ابدا اول حاجة كده بالتصميم بتاع الموبايل. ايه الحاجه اللي ما عجبتنيش في تصميم الموبايل ده؟ الموبايل كتصميم فهو شيك جدا، قريب جدا لموبايلات سامسونج الرائده او الفلاج شيب، لكن اللي مش هيعجبك هو تصميم شاشه الموبايل والحواف بتاعتها. يعني موبايل في 2023 بسعر يعتبر مش رخيص لكنه برضه اقتصادي، بتاخد حواف شاشة ونوتش القديم. الحافة السفلية في الموبايل تعتبر كبيرة شوية، يعني حواف الشاشة بشكل عام يعني تعتبر مش أفضل حاجة، لكن ما اكدبش عليك انت ممكن تتغاضى عن الموضوع ده في ظل ان الشاشة دي شاشة كويسة جدا وكل حاجة محتاجها هتلاقيها موجودة في الشاشة دي عدا التصميم بتاعها. تاني عيب ممكن تواجهه في الموبايل ده هو ضعف شبكات الواي فاي وشبكة الموبايل بشكل عام. ضعف هنا انا مش بقول ان الموبايل ده سيء في شبكات الواي فاي وشبكة الموبايل، لا اطلاقا، الموبايل شغال بشكل كويس جدا، لكن في موبايلات افضل منه بشكل ملحوظ في موضوع الشبكات الواي فاي وشبكة الموبايل. الموبايل ده يعني ممكن تقول ان هو ضعيف شوية في شبكة الواي فاي وشبكة الموبايل. تالت حاجة ممكن تضايقك او تالت حاجة محتاج تعرفها عن الموبايل ده ان الموبايل هنا بيجي بمعالج الميدياتك هيليو جي 99. المعالج ده ببساطة شديدة معالج جديد، معالج بالتكنولوجيا حديثة 6 نانومتر، وتقدر تقول ان هو معالج هيقدم لك كل الحاجات اللي انت محتاجها في الظروف الطبيعية او في الظروف العادية جدا لمستخدم عادي خالص. يعني ممكن تطبيقات السوشيال ميديا، يعني تتصفح في الموبايل وتقلب وتعمل كل الحاجات دي، المعالج ده هيقدم لك التجربة دي بشكل ممتاز جدا ومش هتواجه معاه اي مشاكل في التقطيع والحاجات دي، وممكن العاب على خفيف. لكن المعالج ده لو انت بتفكر في الموبايل ده الالعاب والجو ده، فالمعالج ده مش افضل حاجة للالعاب. يعني لعبة زي لعبة بابجي على الموبايل ده او اي العاب هتديك مثلا في حدود 40 فريم، وبرضو اللعبة مش هتكون يعني ادائها خرافي ولا اي حاجة من الحاجات دي، اللعبة هتكون ادائها كويس لكن برضو مش افضل حاجة. نيجي لرابع حاجة ممكن برضو تحس انها مش افضل حاجة في الموبايل ده، وهي صوت السماعة او السبيكر بتاع الموبايل. السبيكر بتاع الموبايل هنا هو سبيكر مونو، يعني الموبايل هنا مش بيجي بستيريو سبيكر ولا اي حاجة، سماعة واحدة، السماعة اللي تحت عادية جدا، وصوتها تقدر تقول ان هو مش اعلى حاجة وبرضه مش انقى حاجة، فتقدر تقول ان السماعة دي سماعة متوسطة مش هتديك افضل كواليتي في الصوت ولا اي حاجة من الحاجات دي. نيجي بقى للحاجة الاخيرة اللي ممكن ما تعجبكش في الموبايل ده، ان الموبايل هنا بيجي من غير شاحن في العلبة، مجرد وصلة، ودي طبعا حاجة هتزهقك جدا، لانك عشان تدور على موبايل اصلي وتجيبه من سامسونج او اي حاجة من الحاجات دي هتلاقي سعره في حدود 900 جنيه. لو هتدور على براند زي انكر او اي براند يعني هتجيب شاحن منه في حدود 600 جنيه او حاجة زي كده، فدي برضو تعتبر تكلفة زيادة على الموبايل. ضيف الى ذلك انك هتتعب جدا عشان تلاقي شاحن يدعم سرعة شحن 25 واط والحاجات دي، فهتدور كتير ومش هتبقى عارف اشتري براند ايه ولا اجيب ايه بالظبط، فدي برضو تكلفة زيادة ودي حاجة هتضايقك برضو ولازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الموبايل. عدا ذلك اقدر اقول لك ان الموبايل ده موبايل ممتاز جدا وموبايل فعلا من افضل الموبايلات الجديدة اللي بتقدم لك قيمة مقابل سعر. وبس كده كل حاجة في النهارده، مش بقى تعمل لايك سبسكرايب، اشوفك فيديو جاي ان شاء الله. سلام.